واقفة في المطبخ عمال أعمل الأكل الصحي اللي كل الدكاترة بتقول عليه، وأعمل خضار وأعمل فراخ وشوربة وملوخية والأكل الذي منه اللي احنا متربيين عليه ده. أول ما شاف الأكل قال لي أنا عايز ناجتس وبطاطس. يا قهرتي على الأكل اللي قعدت أعمله، أنا بقيت حاسة إنه هيجيله أنيميا، ده عايش على هوا، ولو أكل يا بطاطس يا ناجتس، الأكل اللي بعمله صحي ولا كأنه موجود في البيت، ولو ضغطت عليه بيعيط ويرجع. أقفل المطبخ يعني وأحوله المطبخ وجبات سريعة ولا أعمل إيه ده يعني؟ طيب اقفلي المطعم فورا، لأن الضغط والإجبار بيخلقوا عداوة بين الطفل والأكل. في قاعدة ذهبية لتقسيم المسؤولية، انتي عليكي امتى وازاي وفين هناكل، وهو عليه هياكل ولا لأ ويختار الكمية بتاعته كمان. يعني اسيبه ينام من غير عشاء؟ لا، قلبي ما يطوعنيش طبعا، ازاي؟ مش هيحصل له حاجة لو فوت وجبة. هنا انتي بتعلميه انه يسمع لصوت احساس جسمه واحساسه بالجوع. الحل هنا انك تستخدمي صنف واحد بس هو بيحبه جنب الاكل، حتى لو كان العيش او الرز، واياكي ثم اياكي تطبخي له اكل مخصوص ليه. هو لو جاع هياكل اللي موجود، لكن ابني أو بنتي لو عرفوا إن الرفض لأي أكل هيخليني في الآخر آكل بطاطس محمرة، هيفضل طول الوقت بيرفض كل الأكل. افتكري دايما، الطفل مش عايز أم مثالية، الطفل عايز أم واعية. وقبل ما انهي الكلام، عملتي تمرين النفس النهاردة؟